السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي وأخواني متابعي قناتنا على اليوتيوب. وين ما كنتوا تكونوا إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم راح أعمل كبدة مشوية على الطريقة الحلبية، وراح أعملها بطريقتين مختلفات. الطريقة الأولى بنحط مع البرغل خضرة، والطريقة الثانية بنحط مع البرغل خبز. ونحن حبيت إني أعمل، يعني أنا حبيت إني أعمل الكبدة بالخبز مشان اللي ما عنده استطاعة يجيب حبرة ما ينحرم من أكلة الكبدة ويقول بتكلفني كتير كتير. طريقة بسيطة كتير كتير وإن شاء الله ناجحة، وراح نشتغل معكم وتشوفوا بحذافيره الأوضاع بحذافيرها. وهلأ راح أروح معكم للمكونات ومقاديرها. عنا كيلو برغل، طبعا قصيناه بالنص، نص كيلو برغل لطريقة اللي بدنا نعمل فيها الكبدة بالحبرة. وعنا نص كيلو برغل راح نحط معه نص رغيف خبز، حاجة متوسط طبعا رغيف الخبز. وعنا كيلو لحمة راح نقسمه طبعا على الطريقتين، نص كيلو بنص كيلو. وعنا حوالي 300 جرام شحمة مفرومة على الناعم، وراح نقسمه كمان على الطريقتين. طبعا الكيلو اللحمة بده يكون خشن. وعنا بصلة كبيرة مشان نحطها مع البرغل مشان نفرمها مع البرغل. وعنا بصلة كبيرة مفرومة مشان نقضيها مع اللحمة. وعنا حوالي معلقتين طعام ملح راح نقسمها على الطريقتين كمان. وعنا معلقة صغيرة كمون، وهي راح نحطها بالبرغل كمان ونقسمها على الطريقتين مثل ما ذكرنا. وعنا معلقة طعام كبيرة من السبع بهارات كمان راح نقسمها بين البرغل وبين اللحمة. هلا رح نفرجيكم طريقة نقع البرغل. بالأول قبل ما ننقع البرغل عنا ملعقة ملح صغيرة بنحطها للبرغل، وعنا كمون، راح نحط ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة كمون. يعني كله إذا بدكم تساووا كيلو بنفس المقدار بتحطوا نص معلقة كمون مشان ما تطغي على الطعمة وتغير طعمة الكبدة كلياتها. وعنا كمان بندخل ربع معلقة بورق، يعني الكيلو بياخد نص معلقة صغيرة طبعا. ومنضيف لهم بصلة كبيرة للكيلو كلياته، يعني كل نص كيلو بنحط له نص بصلة كبيرة أو بصلة صغيرة، يعني ما بيأثر كمان. وعنا هلأ مي، رح نضيف المي حوالي تقريبا النص لتر مي لكل نص كيلو، يعني الكيلو بياخد معنا حوالي اللتر مي. وهلأ هيك نقعنا البرغل نتركه حوالي 10 دقايق لربع ساعة منشان يغض المي منيح وتصير معنا الحبة طرية. وهي هي الطريقة نفسها بنستعملها على الطريقتين. وهلا رح نقلي المقلية لبين ما ينسقع البرغل، لأنه لازم لوقت اللي ينسقع البرغل ونبلش بطيرانه أو ماكينة أو دعكه بالكنيك تكون اللحمة بردت تماما منشان تكون الحشوة نظامية. طبعا بنقلي اللحمة بدون ما نحط لها ملح ولا نحط لها أي شي، بنقليها نص قلية وبعدين بنضيف عليها انتصرت. بعد ما قلينا اللحمة نص تقلاي بنضيف لها البصلة، طبعا بصلة كبيرة مفرومة، ويفضل انها تنفرم بالسكينة ما تنفرم على الماكينة، لأن الماكينة بتغير طعمة البصلة كتير كتير وما بتكون يعني ما بتكون منيحة. وبعد ما حطينا البصلة رح نضيف كده الملح، بنحط معلقة صغيرة من الملح، وبنحط كمان معلقة صغيرة من السبع بهارات، وبنكمل قلي اللحمة بطريقة جيدة.
وبعدين بنعيشها لحتى تبرد بشكل تام. بنكون جهزنا الكبدة تبعيتنا والبرغل منشان نقرصها ونحشيها، وبنرجع لكم إن شاء الله بس نبلش المرحلة التانية. بعد ما استوت عنا هون اللحمة منشيلها عن النار ومنعيشها لتبرد بشكل كامل مشان تساعدنا لأنه الطب العضوية كتير مهمة. إذا تركنا اللحمة سخنة وصرنا نحط الحشوة فأكيد البرغل رح يفرط معنا لأنه في عنا مواد سائلة ما مجمدة اللي هي الدهن. وكمان قضية تانية بتمنى تنتبهوا عليها، ما تاكلوا اللحمة وانتوا عمال تقلوها مشان تستمتعوا فيها وتظبطوا الكبدة. بعد ما طحنا البرغل دورين على الماكينة رجعناكم مشان نضيف إلها الهبرة، هبرة مدقوقة أو مفرومة بشكل منيح يعني بتتوجع على الصي الناعمة. منعود بندعكها معه. وأنا مشان أفيدكم معلومة إنه لقيت إنه لازمها شوية ملح فضفتلها حوالي ربع معلقة ملح. وانتو بنفس الوقت انتو عمال تشتغلوا شوفوا وذوقوها، إذا شفتوا محتاجة لملح ضيفولها شوية ملح، وإذا محتاجة لمي ضيفولها شوية مي. وأنا هون كمان ضفتلها شي تقريبا كاسة شاي مي. هاي الكبة بعد ما ضفنالها العبرة صارت يعني جاهزة لحتى نقرصها ونحشيها لحمة. وهذا هو قوامها ممتاز جدا جدا. وأنا بيني وبينكم يعني جربته، دقتها هيك عم بفكر إني لا أشويها أكلها هيك وخلص لا أتعذب بالشوي ولا أي شي. وهاي كمان الكبة اللي حطينا لها خبز، وهي هي عجينتها وهي هي قوامها ممتاز جدا جدا كمان. وبنصح العالم اللي يعني ما عندهم الاستطاعة إنهم يحطوا هبرة ما يتكاسلوا يسووا وما يقولوا ما خلي أسوي كبة سوا. وصلنا هلا لمرحلة كبكبة الكبة أو تقريص الكبة. بنقطعها بهالشكل هذا، بنعملها طبعا بنكون عنا كيس نايلون بندهن عليه شوية مي بهالطريقة مشان ما تعلق الكبة معنا عليها. وهلا نحن عم نعمل الكبة اللي عملناها بالخبز، بنقطعها بهالطريقة وبنحطها على الكيس النايلون. وبنعملها كمان بهالطريقة هاي بطريقة مدورة بشكل دائري بنحطهم على كيس النايلون. بنحط هلا فوقهم كيس نايلون وبنجيب صحن مثل هيك أو أي صحن مثلا أو أي علبة بتقدروا تعملوا فيها قرص الكبة. بنضغطهم بهالطريقة هاي، بنحاول نساويها قدر الإمكان دقيقة مشان ما يكون يعني طعمة البرغل رندة أو طرية على اللحمة أو اللحمة طرية على البرغل، يعني تكون متوازنة طعمة متوازنة. وهلا رح نجرب هدول القرصين. وطبعا هدول القرصين اللي عملناهم من الكبة اللي عملناها بالخبز. وهي الحشوة طبعا نحن جبنا الشحمة، يعني جبنا الشحمة حطيناها من تحت وهلا رح نضيف فوق اللحمة بهالطريقة هاي. وقد ما بدكم تحطوا كتر لحمة أو تقللوا اللحمة ما بيأثر، هذا على حسب رغبتكم يعني. ومنحط فوقها هلا كمان القرص التاني اللي عملناه من البرغل العجينة التانية، وبنصير نكبسهم بهالطريقة. وطبعا ما تنسوا تبلوا ايديكم بالمي، بدكم شوية مي. طبعا نحن ما بنحتاج لا نحطلها نشا ولا أي شي معه ولا طحين ولا أي شي، بس بنحتاج لشوية مي مشان ما تلزق على ايدينا أو على كيس النايلون أو أي شي. بنعملها بهالطريقة هاي، طريقة سهلة وبسيطة. طبعا هاي العجينة اللي إلها خبزة صارت معنا بهالشكل هذا، إن شاء الله تعجبكم. هلا رح نعمل لكم كمان قرص من البرغل اللي إله هبرة، وإن شاء الله بنشوفكم وقت الشوي والتقديم. وهلا رح نسوي الكبدة اللي إلها هبرة طبعا كمان بنفس الطريقة قطعناها بهالشكل هذا. وهلا رح نكبسها بالصحن، طبعا رح نحط فوقها نايلون وبهالطريقة بنكبسها كمان نفس الطريقة كمان ما بتفتحوا إلا إنه هاي كلها هبرة هذي كمان إلها هبرة. وكمان بنضيف كلها الشحمة بهالطريقة، واللي بحب يحط الشحمة طبعا مفروطة ما بيأثر، أو اللي بحب يحطها باللحمة ما بيأثر.
بس لكن إذا انحطت اللحمة وزادت عندكم اللحمة ما رح تقدروا تستعملوها إلا لكبة مثلا لأنه فيها شحمة. وهالطريقة نفسها كمان بنرجع بنغطيها بالقرص التاني بالعجينة التانية وبنرجع بنكبسها بهالطريقة هاي وندورها ونظبطها، بنحاول تكون مسكرة بشكل كويس. كمان متل ما قلت لكم ما بنحتاج لا رفحي ولا رمشة ولا لا أي شيء مشان تكون الكبة متماسكة. خلص الكبة هي متماسكة والله بنشوفها طبعا على الشوي، وإن شاء الله رب العباد بتكونوا مبسوطين من شكل الكبة النهائي، وإن شاء الله تعجبكم كمان وجربوها إن شاء الله بتعجبكم. وهلا بعد ما قرصناهم أو كبكبناهم صاروا بهالشكل هذا. وهي بالنسبة للكبة اللي لونها شوي غامق هي فيها حمراء، هي اللي فيها حمراء، والتانية لونها أكشف شوي فيها الخبزة. وإن شاء الله صحتين وهلا للجميع. صرنا حاليا بمرحلة الشوي، إن شاء الله رح نشوي هلا ورجع لكم بعد شوي نشوف أو نتابعوا معنا شلون رح نحطها على النار. شو ده؟ يا هاي تبعيته صديق الصراحة حاليا جوزي اللي عمال بيشوي. الله سلامتك يا عبد الرحمن. كيف؟ وهلا هذا منظر الكبة، هو عطيه شوي المنظر منظرها كتير حلو الحمد لله طلع. هلا بنرجع لكم حطابين ان شاء الله. هاي كبة طبعا اللي إلها خبز، هلا رح نشوي اللي إلها عبرة. وهذا هلا هيك منظر الكبة بعد ما خلصت نهائيا. هلا رح أقصه هذا ونشوفه من جوا. لاحظ وهي الكبة اللي عملناها بالعبرة هلا عمالنا نحطها على الشواية وإن شاء الله 5 دقايق وبتكون جاهزة بإذن الله. وهي الكبة اللي إلها عبرة كمان إن شاء الله على وشك إنها تنتهي، بنشوفكن الله إن شاء الله بالتقديم. وهاي الكبدة الحمد لله صارت عنا جاهزة وإن شاء الله تكون تمام. هاي الكبدة طبعا اللي عملناها بالخبز الحمد لله لا فرطت ولا عملت أي شي ولا نكتت ولا عملت أي شي. وهاي الكبدة تبعيت الحبرة عملنا منها بهالشكل هيدا وعملنا منها قراص طبعا. وهي عنا طبعا هون لبن، عملنا لبن عيران أو لبن مروق بالحلبي، وعنا لبن بحاله خاطئ هذا طبعا نحن اللي سويناه بإيدنا وإن شاء الله رح نسوي فيديو عليه. وهي عنا هون صورة يعني وصحتين وهنا إن شاء الله. بتمنى تحطولنا لايك، تحطوا إعجاب للفيديو، وتشتركوا بالقناة، وتشاركوا الفيديو على أوسع نطاق مشان يوصل لأكبر عدد من الناس، ولا تنسوا تشعلوا زر الجرس مشان يجيكم الإشعارات بكل جديد.